وجود الاستاذ عصام محمود معايا ما بيحسسنيش بالقلق ابدا، بحس ان انا مهما طلبت منه بشكل مكثف وسريع بيأدي ببراعه شديده جدا، ان هو دايما جاهز. انا حابب ان هو يكلمنا النهارده معاكم عن فنانه رائعه لها مكان في قلوبنا كلنا، رحلت عنا في الاونه الاخيره لكنها باقيه بفنها الرائعه شاديه. الله رحمة الله عليها الفنانة شادية. الفنانة شادية الكلام عنها يطول جدا. شادية اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، هي من مواليد 8 فبراير سنة 1931 في الحلمية الجديدة بحي عابدين. حي عابدين يمكن اللي الناس ما تعرفوش لماذا سمي بهذا الاسم. سمي نسبة لعابدين بيه، وده كان ناظر النظار في وزارة محمد علي باشا، والقصر ده كان بتاعه قصر عابدين ده، بس كان صغير. الخديوي اسماعيل اشترى القصر ده علشان خاطر يبقى في قلب العاصمة، علشان يباشر الأعمال اللي كان عاوز يعملها في مصر في العاصمة المصرية، ويخليها تبقى زي عواصم أوروبا اللي هو زارها. ففضل الخديوي اسماعيل ان القصر يفضل زي ما هو بنفس التسمية قصر عابدين. والد شادية المهندس احمد كمال شاكر ده كان مهندس زراعي، وكان بيشتغل في الخاصة الملكية، وشغله كان بيتطلب منه تواجده داخل العاصمة، ولذلك قرر ان هو يبقى بالقرب من قصر عابدين، فسكن في الحلمية الجديدة، انما هو من اصل شرقاوي ووالدتها تركية الاصل. شادية يمكن كان لها اخت اكبر منها عفاف شاكر، كان لها تجارب قبل كده فنية على غير رغبة والدها. ما كانش والدها حابب او مش شايف فيها ان هي تصلح لانها تبقى فنانة، لكن رحب جدا لما شادية طلبت منه انها تروح تحضر الاختبار اللي موجود في استوديو مصر، وراحت بالفعل واقتنع بيها المخرج احمد بدرخان، ولكن المشروع نفسه لم يتم. وفي الفترة دهيت كان المخرج محمد عبد الجواد بيجهز لفيلم اسمه أزهار وأشواك، ومحتاج فنانات وجوه جديدة. فشادية شارك، وما كانش لسه اسمها شادية على فكرة، كان لسه فاطمة شاكر. عملت دور صغير جدا، وده كان أول ظهور لها في السينما، وده برضو كان أول ظهور للفنانة هند رستم في السينما. بعد كده حلمي رفلة عاوز ياخد تجربة الإنتاج وتجربة الإخراج، فأهداه المخرج أحمد بدرخان بالموهبة الجديدة فاطمة شاكر. فرحان بيها حلمي رفلة، وفي أثناء التصوير دعا الممثل الكبير عبد الوارث عصر إن هو يجي يتفرج على البنوتة الجديدة الشقية اللي هتعمل طفرة كبيرة في الفترة اللي جاية. عبد الوارث عصر لما شافها وهي بتمثل وبتغني اتبسط جدا، وراح قايل إنها شادية الكلمات، لأن كلمة شادية ديت هو كان عبد الوارث عصر بيمثل في الوقت ده فيلم شادية الوادي مع يوسف في وهبي، فكلمة شادية عالقة بذهنه، فقال إنها شادية الكلمات. فحلمي رفلة لقط الكلمة، راح قايل إن شادية أفضل من فاطمة شاكر، ومن هنا بقى اسمها شادية. وده كان فيلم اسم العقل في أجازة، أول بطولة لشادية، وأول إنتاج وأول إخراج لحلمي رفلة، وأمام الفنان الكبير محمد فوزي. بالرغم من كده إن الفيلم حقق نجاح كبير جدا، يعني البطلة بتاعته أول مرة تلعب دور بطولة ويحقق النجاح الكبير ده خلى أبواب السينما تتفتح على مصراعيها لشادية، وبدأت شادية بقى تصول وتجول وتتحول من مرحلة لمرحلة، ويبقى لها محطات كتير في السينما. وتقدر تقول إن مفيش حاجة في التمثيل أو في الغناء شادية ما قامتش بيها. يعني بالنسبة مثلا للغناء هتلاقي شادية عملت الأغنية الرومانسية، الرومانسية الطويلة، والأغنية الخفيفة، الوطني، الديني، الكوميدي، الأوبريت، الصورة الغنائية، كل ما يخطر على بال حضرتك شادية عملته. شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى
تجيب الفرحة والثوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والثوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. أشبكهم على الفستان، وثلاث وردات اخوات أشبكهم على الفستان، ونطير نطير نطير زي العصافير. مشغولة بحب جديد، نسكن مع نجمة بعيد، مشغولة بحب جديد، ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد، ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد، ونطير نطير نطير زي العصافير. مسرح التجربة الوحيدة لريا وسكينة برضو كانت فيها يعني بارعة. ده الاستعراض فن الاستعراضات. نعم. اثبتت شادية ان هي جديرة برضو ان هي تكون بطلة استعراضية. نعم. رغم ان كان السن كبير، رغم ان فنانة كبيرة، خفة الروح عندها يعني شيء غير عادي، يعني عارفة سكتها لقلب اي حد. شادية هي كانت يعني من عند الله كده، حاجة يعني بتوصل للقلوب من اقرب الطرق. شادية دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهي كمان كانت بطبيعتها انسانة وديعة جدا، وكمان ما كانتش شاطرة في التمثيل وبس. يعني اقول لحضرتك مثلا شادية كانت طباخة ماهرة، لدرجة ان هي لما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، وكان الاستاذ صلاح ذو الفقار بيمثل فيلم، وبعدين كان الفيلم من اخراج اخوه محمود ذو الفقار، وقف التصوير لغايه صلاح ذو الفقار ما يرجع يخس تاني، لان انت وزنك زاد جدا. فقال له السبب شادية. الاكل وبراعتها في الاكل. بالظبط، هي كانت طباخه ماهره. شادية يعني تقدر تقول الشطاره كانت في كل حاجه. رغم السنوات النجاح والتألق والشهرة وسط كل الأضواء دي، أستاذ عصام كان قرار الاعتزال. ده كان قمة الذكاء منها
انها تتخذ هذا القرار في التوقيت ده. في مثل شعبي او في مقولة بتتقال يقول لك سيب الناس قبل الناس ما تسيبك. هي شادية عملت كده. شادية جت في وقت راحت يعني شافت نفسها ان هي عملت عمل كبير زي رايا وسكينة، تمام، معاها ناس تقيله، عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، احمد بدير، هي ما بقتش اقل منهم، بالعكس ديت بقت هي البطوله لها وتفوقت يمكن على بعضهم. في نفس التوقيت عملت لا تسالني من انا، فيلم روعه. شاديه ما كانتش حابه ان هي تظهر بصوره غير الصورة اللي الناس خدتها عنها، مش عايزة التجاعيد بقى، ومش عايزة تمثل دور الأم، خصوصا وإنها لم تنجب، ما خلفتش، فمش عايزة تدخل في دور الأم. برضو شادية وصلت لمرحلة إن أنا هعمل إيه تاني أحسن من رايا وسكينة، وهعمل إيه تاني أحسن من لا تسألني من أنا، إلى جانب بقى إيه اللي خير ختام لها الأغنية الدينية ادي حالي وحال جميع المؤمنين، دي وصلتها لحاله روحانيه خلتها تاخد القرار بانها تكتفي بهذا القدر وتعتزل. فعلا مسك الختام، واعتقد الكلام عن شادية محتاج لحلقات، وزي ما وعدت حضراتكم احنا معانا مؤرخ كبير جدا بيوعدنا ان شاء الله ان احنا تتكرر هذه اللقاءات. استاذ عصام محمود من كنيسه اسكندريه، بشكرك جدا. عبد الله، اسكندريه بلدي وقناه اسكندريه بيتي، وانا تحت امركم في اي وقت، والله متشكر جدا لحضرتك، وبشكر كل القائمين على البرنامج الجميل جدا الفن اسكندراني.